أعتقد أن الأدلة التي رأيناها في نهاية الأسبوع الماضي عندما قام وزير الخارجية بومبيو ووزير الخزانة منوشن قد أعلنا جملة جديدة من العقوبات على كيانات إيرانية أظهرت بأن إدارة رئيس ترامب ماضية في تعزيز حملة الضغط القصوى على إيران، مما لا شك فيه أن هذه الحملة قد دمرت الاقتصاد الإيراني وجعلته ينكمش بأكثر من 10%. السؤال المطروح بالنسبة لي: ما هو الهدف من هذه العقوبات؟ إذا ما كانت الإدارة تود بدفع إيران للقدوم لطاولة المفاوضات بصورة مباشرة مع الولايات المتحدة فضلا عن وجود الأوروبيين والحلفاء الدوليين، فهذا سوف يكون ضروريا بالنسبة للإدارة الأمريكية وبعض الدول في منطقة الخليج وغيرها أن تساعد على تحديد نوعية السلوك التي نحن قد نرغب مجتمعين أن نراها من إيران. لذا علينا أن نرى إيران تتوقف عن دعمها لوكلائها ولا سيما في العراق وما قامت به من هجمات والتوقف عن هجماتها في دول الخليج. وكنا قد رأينا إيران أنها استخدمت الصواريخ البالستية في شن هجوم على قوات التحالف الأسبوع الماضي.